بشير اللي كنتواجدوا فيه في مكان اقتراف الجريمه اللي راح ضحيتها رجل الامن. الجريمه اللي كانت بشعه بكل المقاييس، قتل ثم حرق الجثه من طرف اما شخص اما عصابه. فهذو الملابس لانه تم احراقه باللباس ديال العمل ديالو، اللباس البوليسي. هذو النظارات وهذه الكاميرا الخاصه برجل الامن تم ايجادها في هذا المكان، لان هنا مركزين رجال الامن بشكل كبير كيبحثوا على اي شيء. هذه السياره المختفيه على الانظار، يعني اللي شاهد السياره فيقدر انه يخبر كذلك رجال الامن، لان الكل كيبحث على هذه السياره، لان رجل الامن بالسياره ديالو، السياره ديالو اختفت على الانظار. الجريمه وقعت في هذا المكان وتم نقل الجثه لمنطقه حد السوالم دوار الخضاره. لقاوها في واحد القادوز مسدود، تم وضعه داخل القادوز وحرقه باللباس ديالو. فما يمكنش يكون شخص واحد اقترف هذا الجرم، اكيد بان هناك مشاركين في هذا الجرم، واش هي تسفية حسابات، انتقام، او هو حادث، الله اعلم. رجال الامن اللي غادي يقدروا انهم يعطيونا جميع الاخبار والتفاصيل، لانه تقريبا ساعات وساعات منذ الصباح الباكر، وعمليه تمشيطيه في كل مكان، يعني في هذا الارض الخلاء في طريق دار بوعزه. ابن ابناء الحي وانما هو الاخ الاكبر صراحه، هو كبر معنا بمثابه الاخ ديالنا صراحه الله، حتى حنا كبرنا معاه. تقريبا عائله وحده وجوره وحده وكابرين مع بعضياتنا. وواحد السيد شنقول لك درجه كبيره في الطيبوبه، الله يرحمه ويوسع عليه. كان شنقول لك بمثابه الاخ زعما الاكبر، وزعما برغم انه فاد السلك انه شرطي وشي، زعما ما فيش هذيك الدرجه ديال التكبر، كيدوز السلام كيدير خويا، يعني واحد الدرجه شنقول لك تواضع كبير. وصراحه تفقدنا فيه وتشوينا فيه صراحه حنا والاهل ديالو، الله ياخذ فيهم الحق هادو اللي تعداو عليه. ونتمنوا رجال السلطه ياخذوا زعما القانون ياخذ ليه الحق ديالو ليه والاهل ديالو، راه خلي وليدات صغار مساكن. واش نقول لك، الله ياخذ فيهم الحق، الله يصبر ميمتو وليداتو. وش نقول لك، راه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف انه الوالده ديالو مسكينه في هذا الشهر الكبير كتغادر العمره مسكينه هي والاب ديالو. يعني هذا اش نقول لك، راه واحد الصاعقه اللي ضرباتهم، لا اله الا الله، لا تكون فيه حنا كاملين. وهذا ماشي مجامله منه، هذا شهاده في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله، والله يرحمه. اش نقول لك، انا اخويا كنت غادي نصلي غير الظهر، شا الوالده ديالي قالت لي راه نوض شوف راه خوك راه وقع لي. قلت لها شكون خويا؟ قالت لي راه خوك راه ولد ميمينه مسكين راه وقع له. خرج ما متيق زعما عادي شويه، خرج صافي لقيت الدنيا الزنقه عندنا مبلوكيه. صافي مشينا للكوميساريه ديال الرحمه، لقينا استنفار امني كبير تمايا. نتمنى ياخذ زعما يكون شي تحقيق. هذا السيد هذا راه اش نقول لك، راه لا اله الا الله، راه هاد الكويات اللي تكون فيهم راه واحد ما حاس بها، ولكن حتى الواحد كيوقع ليه بحال هكا عاد كيبدا يحس به. وصافي من بعد جينا لامورغ، صافي قال لك راه غدا وقال ان شاء الله غيشوفوه، لحقاش راه الجثه ديالو راه محروقه، راه ما تعرفوا عليه، وقال غير بالزي حتى فيه هذاك الماتريكيل ديالو. جو بونس هادشي اللي عرفتو صافي. والله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. ونتمنوا الامن ياخذ مسطره طويله في هذه باش ياخذ ليه الحق ديالو، الله يرحمه ويوسع عليه. شكرا. كنا مريحين قبيله، كنتغداو مع الوالده، حتى عيطات لينا واحد البنت خالتي كانت كتهضر مع الوالده على شي امور، فهمتي، واحد شويه يتصل بينا عاوتاني تقول لنا راه ولد خالتكم راه مات، فهمتيني. ملي جينا هنايا تلقينا واحد فضيحه لا يرثى لها، فهمتي، واخا يكون معرفت ماشي انسان كاع يديروا لي ديك الحال، فهمتيني. ولا شي انا ربما كنطلب من السيد الحموشي يدير واحد البحث على المحكمات ديال برشيد والسطات، فهمتي. وهنا كازا كما كنقولوا حنا راه مزيره القضيه، فهمتيني. عمر شي حاله ما وصلت لعندنا في كازا بحال ما، ولكن هاد الحالات اللي كنشوفوا في برشيد والسطات راه ما كاين لا ما كاين والو، فهمتيني ولا لا، ما كاين حتى شي حاجه. انا عندي دابا خويا كاع ما داروا حتى شي حاجه في واحد المونتيف ومدخلينه صحه محاوله القتل، فهمتيني ولا لا. وابر ثاني كنشوف هاد الدري ولد خالتي شي شوق عليه، هادي ما شي عصابه ما فهمت والو انا هادشي، فهمتيني ولا لا خويا. وكنطلب من السيد الحموشي يدخل في هاد القضيه مزيان ويدير تحريات باش ياخذ حق هاد السيد اللي مات. بقى فيه الحال بزاف، انا ربما كون الشهور نقدر ندير شي حاجه خايبه، فهمتيني ولا. وكنطالبوا من جميع الحاله النفسيه، راه كتشوف فيهم الناس كيدير كلشي كيبكي. الام ديالو راه مريضه مسكينه، كانت غادا للعمره وفهمتي فيها مرض
مريضه بزاف مضروره مسكينه ابار ثاني ولدها راه اش نقولوا راه محاش كاع كتبان لي انا مسكينه محاش غادي تصبر ما نكذبش عليك اخويا. هو كيف كان التعامل ديالو معاك؟ المعامله ديالو اش نقول لك اخويا راه بحال شي دري كتلعب مع كره صديق ديالك فهمتيني ما كيحسش راسو زعما كان رجل امن ولا شي حاجه ولا زعما كاين عنده زعما كاين شي كما كنقول شي عداوه مع اطفال والدراري فهمتي صحابو ولا هو رجل عادي دري عادي مولا وليدات عزيز عليه يضحك عزيز عليه فهمتي يتجمع مع الحباب مع الاصدقاء مع كلشي هذا هو الطريقه ديالو اخويا. اللهم اغفر لي في هذا النهار مسكين الله يولي برحمته الله كنطالبوا من السيد حموش يدير الخدمه ديالو. هذا بخير وعلى خير كنا كنوقفوا عليه على اي حاجه تيتعاون معنا وهذه ولكن هذه الفاجعه هذه كاع الناس دابا اغلبيه اكثريه هنايا بقى فيهم هذا السيد هذا حيت بزاف تيدير الخير بزاف مع ولاد دربهم وبزاف د الحوايج. حنا ما توقعناش هذا الشيء بعدا كاع والله ما توقعنا هذا الشيء. اش قالوا لنا الناس راه هشام شويه ثاني قال لك لا راه بلاتي يمشي هو بلاتي نشوفوا هذه ولكن دابا ملي ها نتوما كتشوفوا خزانه وكل شيء راه اكيد راه المعامله ديالو بخير معنا حنا بعدا معنا حنا بخير كنوقفوا عليه على شي حاجه ماشي دارش لينا في وجهنا. بالنسبه يعني ربما كيفاش تلقيتوا الخبر نتوما يعني؟ وراه بنادم كلشي هنايا قال لك هشام في الرحمه هذه هنا حنا ما توقعناش هذا الشيء حيت هشام مره بالليل كيجي هنا يضرب دوره مع الدراري هنايا ويمشي ليه يريح ولكن ملي دابا نتوما كتشوفوا كلشي. مرحوم مسكين عزيز عليه كره كان كيجي يشجعنا راه هو الشيران ديما كان كيجي يشجعنا كيقول لنا الدراري من بعدهم الحشيش بعدهم من هذاك الشيء دخلوا لعبوا كره هذه هو كان كويري كان عنده في رجلو تا هو مسكين المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. بالنسبه للحاله ديال الام ديالو يعني الام راه ما صابراش راه اي ام ما غتصبرش على ولدها راه انت عارف هذا الشيء هذا انا لله وانا اليه راجعون. في ولاد واش نقول عنده جوج اخويا عنده جوج تصاور اختي الشيء باقا نشتو والو انا يلا لحقاش هادي حيت انا مريضه بالسرطان بغاو يقولوا لي هادشي ولكن كيفاش لقيتي الخبر؟ واش انا حالتي كيفاش انا مصدومه انا جافه انا كنشوف حالتي كدير خدر معكم قبل تسعود اخويا معكم البارح تواصل في معكم الدار انا خارجه حيت انا ساكنه بوحدي داري ما كنتش معاه يلاه غدوه مع احمد واش معايا البارح ولكن قال لي ماما غادا العمر انا غنجيبها عندك هاد السيمانه. انا خويا ما دويتش معاه البارح هادشي اللي كنقول. الله يصبرك شنو بغيتوا هاد المجرمين؟ خويا الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غنقول حد الله هو اللي كيحكم على كل شيء. جزاكم في هذا الخبر الله يرحمه ورزق خويا ولد ما كيتعوضش احسن اخ واحسن اخ ما عنديش ما نقول هادشي اللي غنقول. شنو العقوبات في هاد الناس؟ خويا نبغي الاعدام اش غنبغي اكثر من هادشي حيت عدموا فيه ولادو وعدموا فيه عائلته كلها. شحال ديال الوليدات خلاص؟ جوج الله يرحمه بارك في راسك. عدموا فيه ولاد واش نقول عنده جوج اخويا عنده جوج تصاور اختي الشيء باقا نشتو والو انا يلا لحقاش هادي حيت انا مريضه بالسرطان بغاو يقولوا لي هادشي ولكن كيفاش لقيتي الخبر؟ واش انا حالتي كيفاش انا مصدومه انا جافه انا كنشوف حالتي كدير. خدر معكم قبل تسعود اخويا معكم البارح تواصل في معكم الدار انا خارجه حيت انا ساكنه بوحدي داري ما كنتش معاه يلاه غدوه مع احمد واش معايا البارح ولكن قال لي ماما غادا العمر انا غنجيبها عندك هاد السيمانه. انا خويا ما دويتش معاه البارح هادشي اللي كنقول. الله يصبرك شنو بغيتوا هاد المجرمين؟ خويا الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غنقول حد الله هو اللي كيحكم على كل شيء. جزاكم في هذا الخبر الله يرحمه ورزق خويا ولد ما كيتعوضش احسن اخ ما عنديش ما نقول هادشي اللي غنقول. شنو العقوبات في هاد الناس؟ خويا نبغي الاعدام اش غنبغي اكثر من هادشي حيت عدموا فيه ولادو وعدموا فيه عائلته كلها. شحال ديال الوليدات خلاص؟ جوج الله يرحمه بارك في راسك. مشى